بداية يسرنا أن نلتقي بالمنظم أول المنشق مهند العيسمي من مدينة السويداء في جبل الزاوية، جبل البطولة والرجولة، جبل الكرم والضيافة. أهلا وسهلا بك أخي مهند. يا أهلا فيك وميت مرحبا. أخي مهند، ممكن تخبرنا عن انشقاقك حتى لحظة قدومك إلى جبل الزاوية؟ أنا انشققت عن جيش هذا النظام الأسدي الخائن في مدينة حما منذ أكثر من 6 أشهر لما رأيته من انتهاك للمقدسات والأعراض ومن قتل وتدمير، وتوجهت إلى مدينة رستن الشامخة، وكان لي الفخر والشرف أن أنضم إلى أحرار رستن وأن أقاتل مع وحدات الجيش الحر البطل هناك، ومن ثم توجهت إلى جبل الزاوية جبل البطولة والكرامة. وأيضا لي الشرف والفخر أن أقاتل بين أحراره وبين أخوتي ضد هذا الطاغية وزمرته الفاسدة. أخي مهند، ما هي الرسالة التي تريد أن تنقلها إلى أخواننا الدروز الموحدين الدروز في السويداء وإلى أهلك في السويداء؟ رسالة إلى أهلي في السويداء أقول لهم نحن في سوريا إخوة وأهل، وما رأيته من حسن تعامل وضيافة منذ انشقاقي يعجز اللسان عن وصفه. فأنا الآن بين أهلي وأخوتي، وأقول للأحرار السويداء بوركتم يا أحفاد سلطان باشا الأطرش، وإلى الأمام حتى النصر إن شاء الله. وللفئة الصامتة والخائفة من أهلي أقول لكم ألم تشفع عيونكم من منظر الدماء؟ حان لكم أن تنخرطوا في هذه الثورة المباركة، فالثورة مستمرة ومنتصرة بإذن الله، ولا مكان فيها للخائفين والصامتين. وكلمة الشبيحة في السويداء: سيأتي يوم الذي ستحاسبون فيه على أعمالكم الدنيئة والوسخة، واقتربت ساعة الحساب إن شاء الله. في نهاية اللقاء يسرنا أن نشكر الملازم الأول مهند العيسمي على هذا الموقف الوطني الذي ليس بغريب عن مواقف جبل العرب الأشم، ويسرنا أن نرحب بك بين أهلك في قرية عندلوز إحدى قرى جبل الزاوية. أهلا وسهلا.